الله ينور يا ابو وزير. عايزينك بقى تشرح لنا البيبان دي. بص يا جيمي صلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. في واحد بيكلمني امبارح بيقول لي عايز اقفل بيبان الشقه كلها، اعملها خشب ولا رميتات؟ هو عامة الاختلاف في الاذواق، كل واحد حر، بس احنا بنقول راينا بما يرضي الله، بعيد عن اي شغل الارزاق دي بتاعت ربنا. النهارده الباب الخشب لو انت هتروح تجيب باب محترم هتجيبه بفلوس، وهتروح تخلي النقاش يدينه او تدينه استر هتدينه بفلوس، وهتروح تجيب له مفصلات هتجيب له مفصلات بفلوس، وفي الاخر هيقف عليك بتكلفه عاليه. تمام. وهنيجي في القفله هتلاقي ان الباب في عوامل الجو في شيء او شتاء الباب بيريح. تمام. وغير كده وكده ان الميه اصلا بتاثر فيه، تيجي بعد فتره تلاقي الباب نفخ معاك. يبقى بالنسبه للالموتال انت بامر الله ان شاء الله يعني بتعمل الباب وبتنساه وفلوسك انت كسبانها طول العمر بامر الله. الباب هنا عشان انت تعمله المفروض ان انت بتعمل باب محترم. الباب ده عندنا اهو عباره عن باب بي اس كبير، قرب كده يابا. الباب ده بي اس كبير معمول هنا كله، دي تجاليد الومنيوم محمله اسمها تجاليد دبل، حاجه محترمه متبطنه بكاوتش خارجي وداخلي. تمام. بص هنا عندك حتى عرض الحل هنا عرضه حاجه ما شاء الله، حاجه محترمه. حتى الحل نفسه هنا متقفل معاك بكاوتش لو انت مركب الباب في غرفه يمنع معاك اي تسريب تكييف ولا اي صوت ولا اي حاجه. حتى هنا بص الضلفه هنا اللي هو القطاع الكبير، الضرفه حاجه ما شاء الله كويسه. الكالون نفسه راكب له هنا، ده كالون اهرام. تمام. معمول من هنا كده اهو، تعال هات الباب من جوه. بص معمول من هنا معاك بلوك. تمام. ومعمول بالاجره بتاعته اهو، ومن بره هنا اهو. تمام. هات كده معمول هنا كده بالمفتاح. ماشي. وده كده كل ده معمول حشو تجاليد كلادين خارجي وداخلي. الكلادين ده طبعا ذهبي ولسه الاستيكر ده اتشال، ومعمول هنا كل ده. الباب واخد كل ده شرايط نحاس. تمام. كل الباب ده معمول شرايط نحاس، بس لسه ان شاء الله بامر الله هنشيل الكلام ده كله بعد التركيب. ده بالنسبه للالموتال، بامر الله بتعمل الباب